متابعيني الكرام، بعد ما كفتة ام محمد طلعت ترند وحاجة يعني عجبت الناس كلها، والناس قالت لي في الكومنتات هننزل بقى بكفتة البركة. ايه كفتة البركة ديت؟ انا اللي مسمي الاسم دوت عشان صباع ما شاء الله تبارك الله مليان كده وبركة ومتماسك وبيقطم وحاجة زي الفل، وهنعملها في الفرن. يعني ما عندكيش شواية هاكلك برضو كفتة 10/10، وزي ما انتم شايفين كده الصباع ما شاء الله تبارك الله يعني ايه، يملى العين. شايفين؟ تحفة تحفة. طيب مكوناتنا ايه بقى يا جماعة؟ هجيب كيلو لحمة مستوردة او بلدي حسب بقى ايه المتاح عندك، بس 800 جرام لحمة و200 جرام ليا. هنا بقى هنحط ليا، في اللي فات ما كناش بنحط، وبصلايه بميتها، وحزمة البقدونس وفلفل اسود وبابريكا وملح. خلي بالكوا قبل كده كنا بنعصر البصل، هنا مش هنعصر. طب ما كده يا عم الشيف هتفك. لا، ما انا هقول لكم هعمل ايه. هحط كيس من البيكنج باودر على الخليط ده والبصلايه والبقدونس، وبعدين هنزل كمان بالتوابل زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. وعشان ما تفكش مني، عشان ما تقلقوش البصلايه انا ما عصرتهاش من الميه، هحط معلقتين ايه، نشا. معلقتين النشا هتخليها ماسكه عامله زي الاستيك، وهنقلبها. بس طبعا التقليب ده ما ينفعش، قلنا اسرار الكفته حاجتين: ان هي تاخد اكتر من وش وتريح. فاحنا ما عندناش مفرمه، هنعمل ايه؟ هنحطها في الكبه بتاعتنا. ولو ما عندكيش الكبه، ايه البديل؟ المطحنه بتاعت الخلاط. بص بقى، انا ضربناها كده حوالي بتاع 4 دقايق، طلعت لونها فاتح ازاي. هو ده اللون اللي المفروض تطلع عجين، عبارة عن عجين يا جماعة. تمام. هنخلص الكمية كلها. السر التاني، هنحطها في التلاجة. نحطها في التلاجة قد ايه؟ ساعة، ساعتين، 3، حتى عشان كلها تشرب من بعضها وتتبل وتبقى زي الفل. بس بنقفلها كده من البلاستيك راب عشان ما تكرفش او يحصل لها اي حاجه، وندخلها في التلاجة ونطلعها. هنعمل بقى الميه اللي هنصبع بيها الكفته، عباره عن ميه عليها معلقه من الصلصه، ملح، فلفل اسود، وبابريكا. تمام كده. بس كده خلاص زي الفل. ونقلب الميه كده، وهنبتدي بقى نصبع بالسياخ بتاعه الشيشاوك، السياخ الخشبيه ديت. نكون نقعينها قبلها بربع ساعه في ميه. أم محمد هنا بقى ايه، جابت سيخين مسكته في بعض وصبعت زي ما انتم شايفين اهو. وما شاء الله تبارك الله يعني اتوسط وعامل الصباع يعني ايه، شايفين؟ حاجه يعني ايه، ده دراع كفته يا جماعه، مش صباع كفته، ده دراع كفته. يعني الواحد بصراحة يعني مسك الصباع الكفتة ده وحطه في رغيف وركن على جنب كده، وقعد يدعي ربنا بقى لحد ما يخلصه. وبطريقة سهلة وبسيطة وباللي ايديها وتقوم مصبعة. ده الشكل النهائي. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. وهنسويها في الفرن ازاي؟ الصينية ديت هنحط فيها مية، بس مية تكون سخنة. تمام كده. حلو. وهنجيب شبكة. ما عندكش الشبكه ديت، شبكه الفرن. شبكه الفرن مفيش فرن، مفيش فيه شبكه. ورص السياخ بتاعت الكفته فوق الشبكه، وهتدخليها. هتولعي الفرن وتولعي الشوايه عليها. طيب لو انت الفرن والشوايه الاتنين بيشتغلوا مع بعض يبقى زي الفل. طب ده لوحده ده لوحده، هتشغلي الفرن الاول وبعد شويه تشغلي الشوايه وتقلبيها وهي جوه. الميه ديت هينزل فيها ايه؟ هينزل منها السمنه بتاعت اللي هي فيها، وفي الاخر هيطلع بخار يخلي لك كفته طريه. يعني هي ايه بقى، كلها بتشرب من بعضيها وطلعت بالمنظر الجميل دوت. شايفين؟ دراعات كفته يا جماعه، دي مش صوابع كفته. حاجه كده بركه يعني، من اللي فيها ايه، فيها خير. والوصفه كده خلصت وانتهت. احلى صابع كفته، هيعجبك والله جدا جدا. وبصراحه يعني ما قلتش طعم عن كفته ام محمد او كفته الحاتي. يا رب الوصفه تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا اشتراككم بقى في القناه الجديده بتاعتنا، ودعمكم باللايك والشير.